بعض النبذات عن مشروع كلمة الله في الأرض وهي مصر. وسنبدأ الآن بتعريف أين هي مصر وما هي موقعها في العالم العربي. هي قلب الوطن العربي جميعا، مصر، وقد حباها الله وأنعم عليها بأنها قلب العالم أجمع. وإلى الآن لم نستغل أو القائمين على الحكومة المصرية أو أي رئيس سابق أن ينعم بمصر ويستغل مكانتها العالمية للتجارة العالمية على مستوى العالم. فقد أنعم الله علينا قناة السويس أخذت جزء كبير من التجارة العالمية، لكن هناك مشروع بإذن الله سميته وأطلقت عليه جنة الله في الأرض وهي مصر. وبإذن الله هذا المشروع لو نفذ وأخذوا به المسؤولين سيجعل من مصر الرائدة والأولى في العالم لتوزيع التجارة العالمية على مستوى العالم، ولن يكلف مصر بإذن الله الكثير. سنبدأ هنا على خريطة مصر ونتفقد خريطة مصر التي هي موجودة في قلب العالم. هذا الخط الأسمر البادئ من رأس الحكمة، وهنا سيمر بمنطقة العالمين والمفرة 6 أكتوبر وأغلب محافظات مصر جميعها حتى الوادي الجديد، ثم عند قبل أسوان، وسيصل الخط إلى راس بنز. هذا الطريق بإذن الله إذا مصر أخذته طريق بري عالمي سيحصل كثيرا من التجارة العالمية على مستوى العالم. أولا لابد من بناء أكبر ميناء في العالم في رأس بنز، وأكبر ميناء هنا في رأس الحكمة، ثم نصلهم بهذا الطريق البري. وقد حب الله مصر وأنعم عليها إن أي ميناء في العالم عندما يبنى يكلف المليارات، لكن راس بنز الطريق أصلا ممهد وهناك داخل في الغاطس بالنسبة للبحر الأحمر. هذا المكان لو عملنا فيه أو صنعنا فيه أو بنينا فيه أكبر ميناء في العالم سيستحوذ على أكبر السفن والبواخر العالمية العملاقة والثقيلة والكبيرة التي لا تستطيع العبور من البحر الأحمر إلى قناة السويس. حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة لن تجد هذه البواخر العملاقة تمر وتسير في قناة السويس، لأن الغطس بتاعها أكبر وعرضها أعرض من الذي سيكون في قناة السويس. إنما هنا سيستطيع راس بنز عندما يكون ميناء ستكون قابلة لأكثر البواخر العملاقة على